رحلك الغالي عندي بقت بوسة على خدي، رحلك الغالي عندي بقت بوسة على خدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة غريب، يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، وابن سيد الوصي، من هذه المسافة البعيدة إلى كربلاء وقلوبنا قريبة للحسين سلام الله عليه. خلينا نسلم على الحسين. السلام على الحسين، السلام وعلى علي بن الحسين، وعلى أنصار الحسين، وعلى سفير الحسين يا مسلم بن عقيل، ضيوفك هذه الليلة. عندنا مرضى، عندنا قضاء حوائج، لا تنسونا بالدعاء جميعا. عين جودي لمسلم بن عقيل لرسول الحسين، نعم الرسول لشهيد بين الأعادي وحيد، لقتيل لنصر خير قتيل، عين جودي لمسلم بن عقيل لرسول الحسين، نعم الرسول لشهيد بين الأعادي وحيد، لقتيل لنصر خير قتيل، أبكي من بكاه أحمد شجوان. النبي بكى على مسلم بن عقيل. أبكي من بكاه أحمد شجوان قبل ميلاده بعهد طويل، ثم ساقوا بينهم يتهادى إلى اللعين، ثم ساقوا بينهم يتهادى للعين الرذيل وابن الرذيل، طاويا ضاميا جريحا على
عليلا. اي والله طالبا منهم إرواء الغليل. وجه الطرف للحسين ونادى يا ابن طه ويا حبيب البتول. لك يا سيدي أزف سلامي بوداعي مقارنا لرحيل. من صعدوا فوق القصر حلوة الجهامة توسل ابو اليمه قبل جتله بسلامه. من صعدوا فوق القصر حلوة الجهامه وتوسل ابو اليمه قبل جتله بسلامه. سلم عليه ومدمعه على الوجه هامي. سلم عليه وجسمه من الطعن والضرب دامي. ونادى يا ابو السجاد، نادى يا ابو السجاد هذا آخر سلامي. لا توجه الكوفة بين سيد تهام ينجار ينجار. آي 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 ينجار آي 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 رعادا يستجين يقول والله ينجار 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 يا يار وبجتله الشريف. اين طول ينجار صدق مثل مسلم بالحمل. والله ينجار 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 وبجتله تتنامس بجتله على وجهه. اي والله وبجتله تتنامس على أنفاسكم بذكر محمد وآل محمد. تكلمنا بالمحاضرات السابقة احنا للتذكير فناخذ في الدقيقة وحدة نستذكر ما أخذناه بالمحاضرة السابقة ومن ثم حتى نبدأ بالمحاضرة اللاحقة حتى يكون ارتباط وتكون مادة علمية واضحة عند الجميع. تكلمنا حول السفارة وأهمية السفارة والسفراء الأربعة وما هي الوظائف والمتعلقات والأدوار التي أصبحت على الإمام المهدي سلام الله عليه وعلى سفرائه الأربعة وما هي المميزات والمهام والمصاعب والمتاعب التي أصبحت على عاتق السفراء الأربعة. والمحاضرة الأخيرة نوهنا عن السفراء الأربعة وما هو عملهم وما هي مهامهم التفصيلية وتكلمنا عنها بما سبق. الآن نتكلم عن موضوع مهم
وغاية بالأهمية، وهي القضية المهدوية. يعني الكوارث الطبيعية، الكوارث الطبيعية هل هي عقاب إلهي أم هي علامة من علامات الظهور؟ من الأمور المهمة المتعلقة بالإنسان وهي القضية المهدوية، وقضية صاحب الزمان سلام الله عليه، وهذه من الأمور المتعلقة بعقائدنا ومتعلق بعقيدتنا وحسب عقائدنا الروائي وعقائدنا الإمامي وتوجهنا وطريقنا، وهو نحن كأتباع أهل البيت عليهم السلام. فقضية الإمام المهدي سلام الله عليه هي من الأمور المسلمة، يعني من الأمور المسلمة عندنا نحن كأتباع أهل البيت عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، والكثير من الآيات المتعلقة بصاحب الزمان سلام الله عليه. وهذه من الأمور المسلمة، يعني ما موجود هناك مناقشة بهذا العنوان وبهذا الموضوع. وإحنا حسب قراءتنا للديانات الأخرى، مو فقط الشيعة نحن كأتباع أهل البيت عليهم السلام، وإنما حتى الغير، حتى الديانات الأخرى عندهم المنقذ، عندهم المهدي، عندهم المنتظر، عندهم القائم، عندهم المهدي، عندهم الهادي. هاي كلها مصطلحات، ولكن النتيجة والمؤدى واحد. يعني هناك قائم، هناك مهدي، هناك مصلح، هناك منتظر. فكل هذه المسميات، هناك منتظر وهناك منتظر، فكل هذه المسميات إنها تتعلق بصاحب الأمر سلام الله عليه. فعلينا نحن أن نتعلق بهذه القضية. وتعرفون القرآن الكريم له عدة مستويات. المستوى الأول، القرآن الكريم هداية. 2، القرآن الكريم تبيان لكل شيء. 3، القرآن الكريم يصرح ببعض الأمور الجانبية، مثل الاجتماع، الأخلاق، العقائد، الفقه. ولهذا هناك تقسيم للإمام علي عليه السلام، التقسيم الثلاثي والتقسيم الرباعي والتقسيم الخماسي للإمام علي عليه السلام. يعني بعض الآيات القرآنية متعلقة بالعقائد، بعض الآيات القرآنية متعلقة بالأحكام والأحكام الشرعية، بعض الآيات القرآنية متعلقة بالأمثال والقصص والعبر في القرآن الكريم، والتاريخ والسير في القرآن الكريم، والحوادث التاريخية. وهناك تقسيمات أخرى. هاي التقسيم الثالث. التقسيم الرابع، هناك في القرآن الكريم القرآن لم يصرح. يعني كيف لم يصرح؟ القرآن الكريم يكنى ببعض الأمور، وعلماء البلاغة يقولون التكنية أبلغ من التصريح. يعني الكناية في القرآن الكريم أبلغ من التصريح لغويا وبلاغيا. فالقرآن عادة لم يصرح، وإنما شنو؟ يكني ببعض الأمور، يعطي مجاز لبعض المواقف والأمور الأخرى. فالقرآن الكريم المنظومة القرآنية هكذا. يعني القرآن هداية. احنا لو نسأل القرآن كل شيء مفصل، يقول لا، القرآن ما مفصل كل شيء.
القرآن لم يفصل بالأمورنا الحياتية. يعني الآن مثلا التواصل الاجتماعي، الإنترنت، البرامج، عالم التكنولوجي، عالم النووي، عالم الاجتماع، عالم الكيمياء، عالم الفيزياء. القرآن بين بالأمر الأولي، يعني بين بأمور أساسية، قوانين أساسية، أمور رئيسية بينها القرآن الكريم، ولكن كتفصيل لم يبين القرآن الكريم. لأن احنا نرجع للدائرة الأولى، أن القرآن الكريم هو شنو؟ هو هداية. زين، نحن الآن في هذه الدنيا. صلى الله على محمد وآل محمد. الكوارث الكونية هل هي علامة من علامات الظهور أم إنها عقوبة إلهية؟ يعني الآن بالآونة الأخيرة هناك زلازل في تركيا، في سوريا، نوعا ما العراق وإيران ولبنان، زلازل. قديما طوفان، الأمراض، فيروس كورونا، الأمراض الأخرى الجدري قبل 200 سنة، وقبل 200 سنة ماتوا بسبب الجدري كثير من العلماء. يعني بالعراق، في النجف الأشرف، في كربلاء، يعني تقريبا ما يقارب أكثر من 60 عالم بسبب الجدري. من ضمن العلماء أصيب الشيخ حسن كاشف الغطاء وبيت آل كاشف الغطاء، وأضراب العلماء بيت آل كاشف الغطاء أصيبوا بالمرض الجدري، وكثير من العلماء توفي بسبب المرض الجدري. وكذلك الآن توان هي فيروس كورونا، والأمراض الأخرى، أمراض الحيوان، أمراض الطيور، الطوفان، العواصف، الهواء، الجو الأحمر، الأتربة، شق الأرض، إلى ما غير ذلك من الأمور اللي هي كونية، اللي هي الإصابات الكونية تكون في الحياة. طبعا هذا من ضمن القوانين الحياة، ومن ضمن القوانين الكونية هي أن تشاء الأقدار أن تصيب العالم. زين، هذه الأمور من الأمور الطبيعية. طبعا قبل البدء احنا ندور عن الراحة. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: ابن آدم يسألونه، يقول لهم: تبحثون عن شيء ولا يوجد في الحياة الدنيا. قالوا له: ابن رسول الله، ما هو؟ قال: الراحة. الراحة من الشيء المستحيل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاف جبرائيل يضحك مبتسم، قال له: يا وحي الله، لماذا أنت مبتسم؟ قال له: يا رسول الله، أضحك على بني آدم. قال له: ليش تضحك على بني آدم؟ قال له: أضحك عليهم يبحثون على شيء وهو ليس في الحياة الدنيا. قال له: وما هو؟ قال له: الراحة. الراحة لا راحة في الدنيا. الراحة هي ما بعد الدنيا. يعني الآن احنا نخاف من الموت، ولكن الإمام سلام الله شو يقول؟ الإمام يقول: الموت راحة للبدن. الإمام سلام الله يقول رواية أخرى: لو علمتم ما في الموت لمتم. يعني احنا لو نعلم رحمة الله تعالى اللي هي بعد الموت
لا احنا تمنينا الموت، لتمنيتم الموت، هيك يقول الامام سلام الله عليه. يعني. واحنا فعلا نركض صبح ظهر ليل نهار ليل، ماكو راحه. احنا نبحث عن الراحه. انا ابحث عن الراحه، اريد اتجوز، بكت ارتاح، اتجوز. اريد اخذ الثانيه، بكت ارتاح، اخذ الثانيه، اتجوز الثانيه. ها يقول له ماخذ على الاولى، باقي على الاولى افضل، ما متجوز الثانيه. زين والحل لو ما متزوج افضل. زين وبعدين خلي يصيروا عنده اولاد، صاروا عنده اولاد، وبعدين شو وقت انتظر يكبرون حتى ارتاح، كبروا ودخلوا مدرسه. ها شو وقت ترتاح؟ من يتزوجون ذول الاولاد؟ صاروا شباب ويتزوجوا هذول الشباب. ها شو وقت من يستقرون اولادي انا ارتاح، استقروا وراحوا ولم يذق طعم الراحه. هذا شنو؟ هذا من ضمن القوانين، ترى هذا من ضمن القوانين حتى احنا نسحب بحياتنا وايامنا. يقول هي الايام تمر مر السحاب. احنا عندنا مثل عند اهلنا يقول الايام كالسيف ان لم تقطعه قطعك. فلا راحه في الدنيا. الامام سلام الله عليه يقول الموت هو عباره عن انتقال من فناء الى بقاء. يعني هي الحياه فناء، مو الموت فناء. احنا الان نتصور ان الموت هو فناء، لا بالعكس، اقلب بالعكس، هو الحياه فناء والموت شنو هو؟ الاستقرار الابدي. اكو روايه، طبعا هاي روايه تكلم بيها وراح اشير لها اشاره. الامام يقول الناس نيام، الناس نيام، يعني الان احنا نايمين، هذه المناسبه، الان احنا نايمين، فعلا نحن نائمون، نحن الان نائمون. يقول الناس نيام اذا ماتوا شنو؟ استيقظوا او انتبهوا. يعني الان احنا نايمون على حسب روايه الامام وقاعده وقانون الامام سلام الله عليه. يعني. يقول الناس نيام اذا ماتوا انتبهوا. وانا راح اعطيك مثال واحد. الان اتصور انت والان وياك نتصور احنا الان في عالم الرؤيا، عندما ننام في عالم، جينا في عالم الرؤيا كابوس او موت رفيق او مات اخ او مات اب او مات اخ او موت ابن، اعتبره كابوس، صح ولا لا؟ ومن استيقظ من النوم اقول الله الحمد لله هذا بالنوم، صح ولا لا؟ اقول الحمد لله انا في النوم، هذا ابني موجود، هذا اخويا، هذا ابويا موجودين. روايه الامام هكذا، الناس نيام اذا ماتوا شنو؟ استيقظوا او انتبهوا. على اية حال هذا مو من ضمن المحاضره، لكن هو يجي من ضمن الكلام اللي هو نريد نتطرق اليه. زين، والموت هو راحل البدن، راحل البدن. شوفون الان عندنا بعض الروايات يقول عجل بدفني شنو؟ عجلوا بموتي بدفني موتاكم لانه اجلكم الله فطيسه، صح ولا لا؟ الانسان عندما يموت يكون فطيسه اجلكم الله. يعني يكون هو جسد رائحه كريهه، صح ولا لا؟ يقول الامام الانسان اوله نطفه واوسطه عذره واخره شنو؟ هو الامام يقول، مو انا من جيبي. على اي حال، زين، حاليا احنا نشوف الكوارث والزلازل، هل هي عقاب الهي ام لا؟ طبعا سابقا هو كان عقاب الهي. يعني في زمن نوح عليه السلام عندما عاقب القوم الله تعالى لم ينجو الا 80 شخص، الا 80 شخص نجوا في زمن نوح عليه السلام. وكذلك لوط جاءهم الرعد والعواصف وباقي الانبياء. فعادة تكون هناك عقوبة إلهية، وعادة لا، هو من ضمن القانون الإلهي.
خل أعطيكم هذا الموقف. موسى عليه السلام إيش قال له رب العالمين؟ قال له إلهي الآن هذا البلاء اللي هو من عندك، ما ذنب الأطفال، ما ذنب الصغار، ما ذنب الكبار، ما ذنب اللي هو موحد لله. الله تعالى لم يجب موسى، ما جاب لموسى على هذا السؤال، اترك بعض الدقائق وإذا بسير من النمل يتوجه على موسى وصعد على رجليه، فنملة من النملة لسعت موسى. سوى موسى حك كل هذا النمل وفرك كل هذا النمل وموت كل هذا النمل. قال له يا موسى، قال له بلى يا إلهي، قال له يا موسى إن هذا النمل نملة وحدة لسعتك، لماذا موت كل هذا النمل؟ قال له آمنت بالله لك. قال له آمنت يا إلهي. فشو يبين؟ العقوبة الإلهية في الحياة الدنيا من قبل الله تعالى هي تكون عامة، بعد تصيب الصغار الكبار. ب2003 هناك زلزال في إيران، وتقريبا ماتوا بهذا الزلزال أكثر من 40,000 شخص، وحتى قالوا بأنه شوفوا هذا البلاء على الشيعة. في 2023 عندما صار هناك زلزال في تركيا وسوريا وبعض المناطق لبنان وإيران، شوفوا احنا أتباع البيت عليهم السلام نبينا بالرفقة والمحبة ومناجاة الآخرين ومساعدة الآخرين. شوفوا الموالين من كل بقاع العالم، من كل بلدان توجهوا لمساعدة إخواننا وأحبتنا من كل الديانات الأخرى. فإحنا ما نلجأ إلى أن احنا نقول هذا البلاء على السنة، هذا البلاء على الشيعة، هذا البلاء على اليهود، هذا البلاء على المسيح. لا، نحن كأتباع أهل البيت لا، احنا نحب جميع الديانات الأخرى، نحن مسالمين للديانات الأخرى، احنا ما عندنا عداوة مع الديانات الأخرى، وإنما نتعامل بالرفق، نتعامل بالمحبة، نتعامل باللطف. وهي هاي مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهي هاي مجالسنا، وهي هاي مواكبنا، وهي هاي حضورنا ومحبتنا للحسين سلام الله عليه. مجالسنا للحسين سلام الله عليه تربينا بتربية جميلة، تخلينا نحب الآخرين، تخلينا احنا نساعد الآخرين. احنا أنا وياك اختلاف بالرأي، نعم صحيح، عندنا توجه عقدي وعقائدي، نعم صحيح، ولكن هذا ما يفسد بالود قضية، احنا ما يفسد بالود والمحبة. زين، على أي حال، ففي 2003 قالوا شوفوا هذا البلاء على الشيعة. 2023 20 سنة احنا ما قلنا هذا بلاء على مذاهبنا والمذهب الآخر والديانة الأخرى، ما قلنا هذا الكلام. واتحدى أي واحد الآن يطلع لي في مقطع فيديو أنه يقول هذا البلاء أصيب المذهب الفلاني أو الاتجاه الفلاني. لا بالعكس، ولا احنا شفنا، ما يحتاج نقول هذا الكلام، شفنا احنا المساعدة والإنقاذ وهو الاحترام الإنساني. على أي حال، هل الحوادث هل هي رباني أم تكون علامة من علامات الظهور؟ وإحنا إن شاء الله سنتكلم بالتفصيل ما هي علامات الظهور الحتمية للإمام المهدي سلام الله عليه. على أي حال، إحنا الآن هذه الحوادث هي من الأمور الطبيعية، من الأمور والقوانين الطبيعية الحياتية في العالم الكوني في الحياة.
الآن صانع السيارة هو غير متحمل بقلب السيارة. مثلا الآن صانع السيارة الآن ويخرجها من التصنيع من المعمل ويبيعها للناس، وشخص يسوق هذه السيارة ويمشي يسير معدل بهذه السيارة، من ثم تنقلب أو حدث مروري مثلا سيري، هل صانع السيارة يتحمل هذه الحادثة أم لا؟ هذا الصانع لا يتحمل، صانع السيارة لا يتحمل بقلب هذه السيارة بسبب حادث مروري. الحوادث الكونية عادة تكون هي الحوادث الطبيعية، هي مو عقوبة إلهية، هي من ضمن القانون والمنظومة الكونية. وإحنا الآن نشوف الأمطار تكون فيها أسباب بسبب السبب الفلاني حتى تمطر. الآن الزلازل، الآن الجبال، الآن هذه الجبال احنا نشوفها بالأمور الطبيعية كم هي كبيرة، ايش قد مساحتها، ولكن في التحت تكون هي مساحتها أكبر من هي احنا ما نشوفها. يعني مساحتها الباطنية الأرضية تكون مساحة هذه الجبال أكثر مما هي تكون على وجه الأرض، حتى يكون شنو؟ توازن كوني، توازن أرضي. فالكوارث الطبيعية هي من القوانين والكوارث الطبيعية الحياتية. نحن كموالي لأهل البيت عليهم السلام هي ليست عقوبة، ليست عقوبة. وإحنا كل ما نكون محبين لأهل البيت عليهم السلام وموالين لأهل البيت عليهم السلام وورعين ومخلصين لأهل البيت عليهم السلام، نحن نكون مسلم عندنا هذه الكوارث. الشيخ محمد طه نجف، خلتكم أنقل لكم هذه القصة لأحد العلماء. الشيخ محمد طه نجف هو أصله من تبريز، ولد في النجف الأشرف. من ضمن الأساتذة للشيخ محمد طه نجف هو الشيخ مرتضى الأنصاري رحمة الله عليه. الشيخ مرتضى الأنصاري الآن يدرس المكاسب حاليا في النجف وفي كل الحوزات العلمية في العالم، يدرسون المكاسب للشيخ مرتضى الأنصاري، من أكبر العلماء في عصره. فالشيخ محمد طه نجف هو أحد تلامذة الشيخ مرتضى الأنصاري، وأحد تلامذة الشيخ مهدي كاشف الغطاء. ومن ضمن طلابه السيد محمد سعيد الحبوبي، الشيخ أغا بزرق الطهراني، السيد حسين الصدر رحمة الله عليه مدفون في الكاظمية. السيد حسين الصدر من أكبر العلماء في عصره. الشيخ محمد طه نجف بعدما أعطى الدرس والتدريس وعنده الكم الهائل من العلم، أصيب بالعمى، أصيب بالعمى. حتى في هذه الفترة الطلاب ينطوا الحديث وينطوا البحث، عنوان البحث، ومن ثم يكمل الاستدلال وهو لا يرى ولا يشوف. أخذ فترة من الزمن أنه يعطي الدرس وهو شنو؟ أعمى، لا يرى. يرجع للبيت، زوجته تنطيه بداية مطلع الدرس وتعطيه عنوان المحاضرة ليوم غد، وهو حافظ. يوم غد طلابه يعطوه مطلع الدرس والمادة العلمية ويعطوه الرواية والآية القرآنية، ومن ثم يستدل بالدرس. الشيخ محمد طه نجف فكر
انه هل هذا تدريسي ودرسي؟ شوفوا هسه احنا هذا عالم يعني قضى عمره كله بالعلم بالاجتهاد بالورع بالتقوى بالروايات بالآيات القرآنية، يفكر. احنا الآن وصلنا هاي المرتبة، فرد يوم فكرنا، فرد يوم أنا قلت صاحب الزمان راضى عني، فرد يوم قلت أنا أهل البيت راضين عني، فرد يوم أنا قلت هذا توجهي وهذا اللي اتكيت بحياتي وهذا اللوكيشن بحياتي، يعني حياتنا الطبيعية، هل أهل البيت يرضون عني أم لا؟ احنا خلي شوية نقارن أخواني الأعزاء. احنا الآن مو علماء، نحن مو علماء، مو فقهاء، مو مجتهدين، احنا كمؤمنين كموالين كمحبين. خلينا نفكر شوي. الشيخ محمد طه نجف عاف التدريس وقال أني هل أهل البيت راضين عني أم غير راضين عني؟ يقول توجه إلى مرقد الإمام علي عليه السلام ويتوسل بالإمام سلام الله عليه، ليلة ليلتين 3 ليالي يتوسل بالإمام ويبكي: سيدي مولاي أنتم راضين عني؟ هو أعمى ويعطي الدرس والتدريس وقضى عمره كله بالعلم، وعنده كتاب منتهى المقال، كتابه الآن موجود، وعنده الكثير من المصادر والمؤلفات. هذا يكفي بأنه صدقة جارية، والعلم هو صدقة جارية، مو فقط الابن، مو فقط أنا أبني مسجد، لا، الكتاب صدقة جارية، وابني أربيه على الولاية وعلى محبة الولاية البيت عليهم السلام ويدعو لي، هذا صدقة جارية. زين، ليلة ليلتين 3 ليالي وصل إلى 100 ليلة هو يروح للإمام سلام الله عليه علي بن أبي طالب ويتوسل به: سيدي مولاي راضين عني ما راضين عني؟ تعدى 100 وهو في ضريح الإمام وعند قبر الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. يقول غفى الشيخ محمد طه نجف، غفى ثواني. يقول وإذا بالإمام قال محمد طه نجف، طبعا هاي والله ضحك، ما قال له الشيخ. احنا الآن نشوف الألقاب العلمية، الدكتور، الأستاذ الكبير، الشيخ، السيد، الحاج 20 مرة. وهذا احنا عندنا أحد العلماء في قوم الشيخ بهجت رحمة الله عليه من وصاياه: لا تكتبون الشيخ على القبر. والآن انتم تروحون تزورون السيدة معصومة سلام الله عليها مكتوب العبد، صح ولا لا؟ رايحين العبد، ايش كبرها ماخذه كل القبر، العبد بهجت. قال له محمد طه نجف، قال له بلى يا مولاي يا امير، قال له ماذا تريد؟ قال له مولاي انت راضين عني؟ وهو مربك. قال له يا محمد طه نجف انت عندكم امام غائب موجود وهو حاضر بين ايديكم، جاي اللي تسالني. يقول ثم استيقظ الشيخ محمد طه نجف، راح مسرع توضا وتوجه الى الكوفه. 3 ليالي لم يخرج من مسجد الكوفه ويتوسل بالامام: متى ترانا ونراك يا صاحب الزمان؟ ايش يقول له؟ اين حلت بك النوى؟ اين حلت بك النوى يا صاحب الزمان؟ ويتوسل بالامام. 3 ليالي لم يخرج من مسجد الكوفه الشيخ محمد طه نجف.
يقول وهو نايم خلى ايده على رأس الشيخ محمد طه نجف ومسح على رأسه، وهذا مسح الحنية احنا نسميها، بحنان، برفق، بمحبة. يا شيخ محمد طه نجف نحن راضون عنك. ثم استيقظ شيخ محمد طه نجف. صلى على محمد وآل محمد. هاي علماء. أنا وياك شلون؟ ها؟ أنا وياك شلون بينا احنا؟ الشيخ محمد طه نجف من أكبر العلماء ومن سلالة علماء وفقيه وعالم كبير، واستدلال، قضاء حوائج الناس، وهذا كلها مساعدة الفقراء والناس، استنباط حكم شرعي، آية قرآنية، حديث، ورع، جد واجتهاد، كلها في مصلحة أهل البيت عليهم السلام. وهو ما يدري هذا عمله، هو أهل البيت عليهم راضين عنه لو ما راضي عنه. أنا وقت شو أسوي؟ أسألك بالله. وبعد صلاة العشاء فروا جميعهم، التفت إليهم لا ناصر له ولا معين، خرج من المسجد يسير في أزقة الكوفة من طريق إلى طريق، من مكان إلى مكان، ولا أحد يدله على الطريق، وقد أنهكه العطش وهو متألم ومتحسر. وصل إلى دار، أطرق الباب وإذا بامرأة. قالت يا متى الله ما تريد؟ قال لها أريد شربة من الماء. جاءت له بالماء، شرب الماء، بقي واقفا بأبي وأمي ولم يبرح من مكانه. قالت يا متى الله ارحل من مكانك. فلما رأت هيبته وشخصه المتزن وكلماته المتزنة قال شربت الماء لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفته ببيوت الأجنان. بقي واقفا متحير. قال يا متى الله مالي في هذا المس، لا دار ولا عشيرة ولا أقرباء، مالي في هذا المس، لا قريب ولا بعيد. أويني هذه الليلة في دارك، ولعلي مكافئك يوم القيامة حتى أبلغ ابن عمي الحسين. قالت أأنت مسلم؟ طبعا أأنت مسلم؟ أأنت سفير الحسين وابن عمه؟ تفضل سيدي، الدار دار
دخل الدار قضى تلك الليلة بالدعاء والصلاة وقراءة القرآن والتسبيح. جاءت له بالطعام أبى لم يكن، فقضى تلك الليلة بالمناجاة. جاءت إليه قبيل الفجر قالت سيدي ما رأيتك رقدت البارحة. قال لها بلى يا رقدت قليلا ولكن رأيت رؤيا عظيمة. قالت له خيرا ما رأيت. قال لها رأيت عمي أمير المؤمنين وهو يقول عجل العجل الوحى الوحايا. قالت له ما تعبير هذه الرؤيا؟ قال لها صدق ظني فلم يبقى من عمري سوى سويعات قليلة. بينما تحدث ويحدثها وإذا بحوافر الخيل أحاطوا به من كل مكان. تقول انهض لفاق الجيش يا حيد. طاعة تقول له انهض لفاق الجيش يا حيد يردون يولونك يا صنديد. والله ياخذوك لابن زياد ويزيد واريد انك مراجل عمك دعيت. قل يا طاعة شجعيني وبصمصام تذكريني وبعم حيدر تذكريني. ما دام صمصام بيميني لرجل علي يجيني. وإذا به يقاتلهم قتال الأبطال يأخذ أحدهم يرميه من على فوق الدار من شدة عزيمته وقوته وعظيمته. ولكن أسفي عليه أدخن بالجراح. يعز عليك أيها الموالي صح ونادي ومسلما صح ونادي أيوا مسلما صح ونادي أيوا سيدا. أثخن بالجراح وهو يبكي وإذا بصوت أأنت تبكي يا مسلم؟ قال لا أبكي على نفسي ولكن على الذي جاء من المدينة. أبكي على الحسين أبكي على الذي جاء من المدينة. طلب منهم شربة مية جاءوا له بالماء أراد أن يشرب وإذا من ثنايا قطرات من الدم. وقال هذا من الرزق الغير مقسوم. رمى الماء أعطوه الأمان أخذوه للقاياس حكموا عليه بالقتل ورميه
أيوة مسلمة رموه من على القاص على رأسه صدق مثل مسلم والله صدق مثل مسلم يجتلونه وبالحبايات بالاسواق يجرونه والله كان اخوته ما يجونه لو انهم يجونه ويشوفونه حميدة بنت مسلم هذا موقف آخر. الحسين عندما سمع بمقتل مسلم بن عقيل قال لهم ائتوني بحميدة، مسح على رأسها يا حسين ما كانت على البال، يا حسين ما كانت على البال، طب المجلس زنود الإحبال. حسين يا حسين رجعوا السبايا للكوفة، طوعا طلبت منهم أن نشوف زينب سلام الله عليها